السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، صحابي اخواتي عيلتي التانية. النهاردة بقى أنا طالعة أعمل لكم فيديو من مكان السحر والجمال. السحر والجمال. السحر والجمال مش بس في الساحل وفي الغردقة وبره وهنا وهنا وهنا، لا، ممكن يبقى في بيتي. ممكن اعمل في بيتي الركنة اللي انا دايما بطلعكم وافرجكم عليها، اللي برتاح فيها نفسيا جدا 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 جدا. الجو بقى شتا النهارده، وقلت اطلع ابص على الزرع بتاعي. بسم الله ما شاء الله على الزرع. انا بصراحة كنت عايزة اجل الفيديو ده يومين معاكم على ما بقيت الشجر يورق، لان طبعا شهر 2 بيبتدي بقى من 2 ل3 كده الدنيا كلها الشجر يحضر، ويبتدي بقى الثمار يبتدي يجي، يبتدي يطرح. فالنهارده بقى انا حبيت اعمل معاكم الفيديو افرجكم على الزرع بتاعنا والسطح عامل ازاي. بصراحة طبعا الزرع في البيت او اما يبقى عندك الحاجة موجودة في البيت، وبالذات ما بتلاقيهاش كيماوي ولا اي حاجة خالص خالص، كله طبيعي، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. لو ما فيش سطح عندك متوفر، ممكن في البلكونة تعملي شوية زرع كده، بصل اخضر، جرجير، بقدونس، كزبره، شبت، اي حاجه. المهم انك تحسي انك بتقوم الصبح تفتحي عينك على الخضره. ده بصراحه حاجه يعني مش قادره اوصف لكم الجمال. انا هوريكم دلوقتي وهتشوفوا قد ايه المنظر هنا تحفه تحفه تحفه. لايك والاشتراك معايا في القناه وفعل الجرس. يلا نخش مع بعض افرجكم على الجنينه بتاعتي. يلا. طبعا بقى يا جماعه الجو شاتي والدنيا برد كده وهوا. قمت من النوم لقيت الدنيا فيها شويه دربكه كده، قلت اطلع ابص على على الزرع بتاعي. يلا اجيبكم كده من الاول اوريكم الدنيا كده فيها بسم الله ما شاء الله. معايا هنا اهو دي شجره العنب ابتدت تخضر اهي. معايا هنا في الجنب كده انا حطيت التانية قصادها العنب الصغيره عشان هعمل لهم التكعيبه بتاعتهم. دي المانجا اهي، لسه طبعا المانجا اهي. معايا هنا شبت وكزبره زي ما انتم شايفين كده اهو. شجره الجوافه اهو لسه فندي. شايفين كل الورق ابتدى يحضر اهو. شايفين معايا؟ بس بصوا معايا كده، شايفين التحضيره بتاعت الورق اهو. شايفين طبعا الهواء قايم جامد وشتا بقى والدنيا مقلوبه. دي معايا هنا الجرجير اهو، الجرجير بتاع اللي انا زرعاه اهو. طبعا احنا بناكل منه بقى، ده احنا كنا زارعينه سوا. دي الماسوره اللي انا زارعه فيها زي ما انتم شايفين كده الكرنب. ده كرنب السلطه، الكرنبه اللي هي بتاع السلطه، الكرنبه اللي بتبقى الحمراء اللي بتروحي تشتريها بقد كده، لا انا زرعاه اهو. وان شاء الله ابتدى يلف معايا اهو. شايفين الكرنب ابتدى يلف معانا خالص اهو في المواسير اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين ده الكرنب بتاعي اهو، انا عاملاه طبعا اهو. معايا الشبت كل ده اهو، كل جردل كده تلاقيني زارعه فيه شويه شبت شويه كزبره اهو. بسم الله ما شاء الله. يعني مش عايزه اقول لكم. معايا الفلفل كمان هنا اهو، زارعه في كل مكان فلفل. هتلاقي ده فلفل احمر جوه وشايفينه اهو، ابتدى يطلعوا القرن بتاعه الاحمر اهو. ده نيجي بقى ان عشنا كده باذن الله بدون مقاطعه في رمضان، تلاقي الدنيا عندك ميغه. بصوا بقى معايا كده، دي الطماطم، شتلية الطماطم منوره اهي. شايفين اهو، ده شتل الطماطم اهو. الطماطم عندي اهي منوره وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو، كله طبيعي اهو. ده الزعتر، ده الورد البلدي، ده الشبت اهو، ده النعناع، دي شجره البرتقال اهي. كله ابتدى يحضر اهو زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين كل ده تحضير اهو، ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه اهو. شجر الليمون، شجره الليمون اهي محضره خالص لتطلع ورقها اهي. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله اهي. كل ده محضر ان هو يخضر. طبعا داخلين على الربيع وعلى الموسم بتاع الحاجات دي كلها اهو. دي البرقوق، شايفين البرقوق اهو.
طلع النواره بتاعته اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، مخضره وجميله وزي الفل اهي. ابتدت تطلع اهو. انا معايا هنا الخوخ اهو مطلع الخوخ اهو، شايفين دي انا اهو الخوخ ابتدى يطلع معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشجر ده يا جماعه شجر قزم، الشجر ده متطعم قزم ما بيكبرش اهو. ده الفلفل ابتدى يطلع برضو اللي شايفين النواره بتاعته اهي، الفلفل الاخضر اهو. انا زارعه فلفل وشطه زي ما انتم شايفين كده اهو، ابتدى يطلع. ده الشيح، ده الكرنب اهو. كل انواع الزراعه انا زرعاه، كل انواع. شايفين الكرنب بتاعي اهو في قلب الجرادل، لو ما عندكيش ماسوره عادي زراعه في الجردل اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله الكرنب اهو. الكرنب ابتدت، شايفين الكرنب قد ايه بتلف اهي في الجردل اهو. زرعه اهو 3 في الجردل، ادا واحده وادا التانيه وادا الكرنب اهي الخضره اهي. كرنب اهو في الجردل. ده شبت لسه صغير لسه بقى، ده ايه هيطلع اهو عشان تخلصي فيا تلاقي فيا اهو. دي انا اهو، دي انا الشتل اللي انا عاملاه بتاع الفلفل والبتنجان. ده الشتل عاملاه للفلفل والبتنجان. ده البصل الاخضر والشبت اهو. البصل الاخضر بقى اهو، النهارده الجمعه بقى ناخد بصلتين كده وشويه شبت قبل ما ننزل. دي شجر الجوافه، زرعه في الشجر الجوافه اهو من تحت. بتزرعي بقى الثوم الاخضر، زرع الثوم الاخضر، زرع الشبت، زرع الكزبره. ده الزيتون اهي، محضره كل الشجر عندي اهو، محضر ان شاء الله. احنا مع بعض وبنتابع. شايفين دي شجره ايه الرمان، شايفين الرمان اهي، بصوا كده معايا اهي، محضره ورقها خالص اهو، شايفينه اهو كله محضر اهو. كل الشجر معايا زي ما انتوا شايفين كده محضر اهو اهو. دي الثوم الاخضر اهو مع الشبت زي ما احنا شايفين كده اهو. الثوم الاخضر، دي شجره ليمون صغيره برضو اهو زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي. شايفين الزراعه بتاعتنا والسطح بتاعنا جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله على كل انواع الزراعه. الثوم الاخضر اهو شايفين اهو، شايفين كل انواع الزراعه. ورق اللورا هناك، الزعتر، الروزماري، روزماري اهو. كل انواع الزراعه عندي، كل انواع الزراعه الشتوي موجوده معايا هنا اهي على السطح. وبسم الله ما شاء الله مفيش بعد كده جمال. طبعا اعملي كده، خلي سطحك بلكونتك اهو، اصنعي ببيتك حاجه من البهجه. طبعا انا بستفهم عن كده، بس الجو بقى والشتاء والهوا فتلاقيني ايه الدنيا مكركبه على السطح. هنستفها مع بعض وارجع لكم تاني. فين بقى يا جماعه كده، انا ستفت الزرع بتاعي اهو. الدنيا مطرت وانا بشتغل السطح اهو، الدنيا مطره عشان ما تقولوش ده الميه دي من ميه الزرع. لا، انا حاطه تحت كل زرعه زي ما انتوا شايفين كده طبق بلاستيك. بتحط طوبه وتحط الزرعه بتاعتك وتحط تحتها طبق بلاستيك او اي حاجه عندك، علشان لما تيجي تروي الميه تنزل على الطبق البلاستيك ده او غطا الجردل او اي حاجه. وانا وريتكم قبل كده في فيديو ان مفيش ميه بتنزل عندي من روي الزرع على السطح عشان ما تبوظش السطح بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهو، شايفين كده اهو تمام. انما الميه دي ميه ايه الشتاء اهي، الدنيا شاتيه اهي، وانا شغاله كده بنضف في الزرع وحوالين منه وبشيل الورق الدبلان اللي بيقع والكلام ده كله. لقيت ايه، لقيت الدنيا مطرت مطر، وفي ثانيه الشمس طلعت معانا اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الزرع، الله اكبر اهو، حاجه كده تحفه اهو. شايفين ظبطت انا الزرع كده وعدلت كل حاجه في مكانها اهو. زرعه البرتقال ظبطتها كده اهي، وزودتها شويه سمات كده وظبطتها اهو. السمات بتاعي طبيعي
الخلاصة بتاعة الطيور بندخلها في تسميد الارض اهو. ما بتجيبيش اي حاجة خالص خالص كيماوية، كلها حاجات طبيعية اهو. دي زرعة الفلفل اهي، كذا واحدة اهي، شايفين دي اهو طلع اهو الشطة الحمراء اهي شايفين، والباقي كله منور اهو اهو. كل الزراعة بتاعتي محطوطة على صيجان او على الغطيان او على اي حاجة، المهم اي حاجة قديمة عندك هتحطها تحتها عشان شوية المية لما تيجوا تحطيهم. دي شتلاية الطماطم اهي، كذا شتلاية بقى اهو، كل شوية تلاقي حاجة فيها طماطم، كل شوية تلاقي شتلة فيها طماطم اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله السطح حاجة جميلة 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 اهو. يلا لايك والاشتراك معايا في القناة، تفعيل الجرس. زراعة اي حاجة من دي هتخشوا عندي على الصفحة هتلاقوني زرعاها وزرعتها ازاي، وطبعا عملنا مع بعض حلقة الكرنب ووريكم بنزرعه ازاي. كل حاجة انا زرعتها زرعاها معاكم اهو. والنهاردة بقى ايه يا رب كده عقبال ما نشاهد مع بعض يوم الحصاد يوم ما نطلع كده نجيب بقى الليمون. شايفين شجر الليمون النهارده عشان ايه اما نيجي لايام الحصاد ربنا يدينا العمر. اسيب لكم اللينك ده وتفتكروا ان احنا بقينا بنتابع مع بعض خطوه بخطوه. ده الخوخ اهو لسه بيطلع اهي يا بشاير اهو. ادي خوخه وادي واحده تانية صغيره تحت خالص اهي اهو. شايفين لسه بيبشر كده اهو. ده البرقوق لسه بينور، وده السفندي زي ما ورق السفندي بتاعنا لسه شايفين كان طارح وانتوا شايفينه معايا كان طارح. طبعا بقى ايه دلوقتي بيغير وبيحضر اهو. ده الجرجير شايفين الدنيا مطره عليه وشكله مندي وشكله تحفه اهو. ده النعناع الشبت. كل الزرع بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين المكان عامل ازاي بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله اهو. يلا لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. دي المانجا والعنبه اللي جوه دي عشان هنخليها تقابل العنبه دي الاتنين، نعمل لهم ان شاء الله بدون مقاطعه كده مع بعض. هنعمل لهم حاجه يمشوا عليها ونعملها زي برجله كده ايه نقعد فيها تبقى حاجه تحفه كده اهو. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.